السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو فكرت تروح تستلم بيتك في التجمعات التنموية من غير تجهيز هتدفع تمن كل غلطة صغيرة. تعالوا نشوف الصح ازاي. اهلا بكم في قناة خيرات وادي سعاد، ترس من تروس التنمية في سيناء. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن استلام البيت وازاي تستلمه صح. بس خليني اقول لك على حاجة مهمة جدا. طبعا كل تجمع هيبقى مجموعتين، مجموعة هتستلم بيوتها في المرحلة الاولى ومجموعة تانية في المرحلة التانية. مش كل الكلام اللي هيتقال في الحلقة هيبقى مناسب لكل الناس بنفس الشكل. لازم تعرف بيتك في انهي مرحلة، وتقدر تعرف ده من رقم البيت. ولو مش متأكد ممكن تسأل اي شخص مقيم من المرحلة الاولى. الناس اللي هتستلم بيتها في المرحلة الاولى الناس دي خلاص بيوتها متشطبة وجاهزة، يعني هتروح تستلم البيت وان شاء الله تقدر تقعد على طول. بس ده ما يمنعش خالص انك تراجع كل حاجة بنفسك. لازم تبص على كل تفصيلة عشان تستلم وانت مطمن. طيب المرحلة التانية، لو بيتك في المرحلة التانية ممكن تلاقي البيت لسه ما تشطبش بالكامل، الخلاطات لسه مش راكبة، السباكة لسه فيها شغل، الكهرباء برضو مش كاملة. ده طبيعي جدا. الناس دي غالبا هتاخد ميعاد تاني لحد ما المقاول يخلص الشغل كله، وبعد كده تستلم البيت كامل. الموضوع ده حصل فعليا معانا في وادي سعاد، وكمان في تجمع الحمة. راحوا استلموا الأرض وبعد كده المقاول كمل الشغل وتحدد ليهم ميعاد لتسليم، ولما راحوا في الميعاد ده استلموا البيت كامل زي ما هم عايزين الحمد لله. احنا هنفترض انك رايح تستلم البيت متشطب. هنتكلم على السيناريو الطبيعي، البيت جاهز للتسليم. ازاي تروح تستلمه وهتاخد معاك ايه؟ كمان فيه 2 نموذج لاستلام الارض ونموذج لاستلام البيت. النموذج ده اللي صممه المهندس محمد محيي تجمع النوافع. ده هينفعك جدا وقت الاستلام، مكتوب فيه كل البنود اللي موجودة في البيت. لازم تصوره ويكون معاك وقت ما تكون بتستلم. ولو النماذج دي مش موجودة معاك انضم لجروب القناة واطلبها من خلال الرابط في وصف الفيديو. هنيجي للسؤال المهم، هناخد ايه معانا واحنا رايحين نستلم؟ اول حاجة هتاخد معاك جنزير وقفل للبوابة اللي عند الحوش، البوابة الحديد اللي انت شايفها برضه على الشاشة دي. هتاخد معاك كالون للباب الرئيسي اللي بره عشان تغيره يبقى انت الوحيد اللي معاك المفاتيح. هتاخد معاك 3 ترابيس زي برضو اللي على الشاشة دي عشان تركبها الباب الجانبي اللي بره وباب السلم وباب الحوش من بره، بدل ما تركب قوالين والمفاتيح تبقى معاك كتير. وبرضه هتاخد معاك حاجة مهمة، هتاخد معاك لمبة بيان، لمبة بفيشة بسلك، او حتى شاحن الموبايل عشان تراجع على كل الفيش اللي في البيت وتتأكد ان الكهرباء واصلة وشغالة في كل فيشة، لان اوقات كتير بتبقى الفيشة بتكون راكبة شكل بس ومفيش سلوك واصلاها. هتاخد معاك مسامير سن صاج عشان تثبت بيها الترابيز، وكمان مسامير 4 سم خشابي، شاكوش او مطرقة نجاري، مفك صليبة ومفك عادي، بنس الكهرباء، كمان متر قياس 5 متر. طب احنا هنعمل بالمتر القياس ايه؟ هتقيس بيه عتب الابواب عشان لما تيجي المرة الجاية تجيب معاك عتب رخام لمقاس الابواب، باب السلم، الباب الخلفي، باب الحوش، الباب الجانبي، الباب الرئيسي عشان الزواحف. متر كمان هينفعك لو ناوي تاخد مقاسات الشبابيك، لو حبيت تعمل حديد على الشبابيك هترفع كل مقاسات الشبابيك هناك وتقدر تنفذ شغل الحديد بعد كده. كمان لو عايز تعمل بوابة حديد بره هترفع برضو المقاسات. تمام؟ يبقى انت كده مش رايح بس تستلم، لا انت كمان بتخطط للي جاي. ولو انت من الناس اللي ناوي تروح وتستقر شوية او هتردد على المكان، اعمل حسابك على حاجة مهمة. الحاجات اللي هتاخدها معاك اعمل حسابك ما ترجعش بيها تاني، يعني تسيبها هناك عشان تبقى جاهز في اي وقت. طب ممكن تاخد معاك كتل، غلاية، كولمن، كمان بطانية لو احتجتها ممكن تبات، ولو قدرت كمان مرتبة صغيرة يبقى كده تمام اوي. باختصار شيل على قد ما تقدر وانت رايح، ولو معاك حد شيله معاك برضه عشان توفر على نفسك مشاوير كتير بعد كده، وتبقى مجهز المكان من اول مرة. كده يا بطل حضرت كل الادوات،
شديت الشنطة وجهزت نفسك تمام، يلا بينا نروح نشوف ازاي هنستلم البيت خطوة خطوة. اللجنة هتسلمك مفتاح بيتك، هتروح تفتح، هتبدأ تراجع على كل بند معاك في النماذج. بند النجارة هتراجع عليه باب باب، كل باب بيبقى فيه مفتاح تمام. هتراجع على بند الكهرباء، اللوند، الدويان، الفيش، جرس الباب، كل دي الحاجات دي انت دافع تمنها، راجع عليها. هتراجع على الفيش بلمبة البيان او بالشاحن اللي واخده معاه. بند العزل، عزل السقف، وانا اعرف ازاي ان عزل السقف مظبوط، هتعرفه من خلال النقاشة اللي تحت في السقف، لو في تقشير يبقى العزل فيه مشكلة. تراجع على رخام السلم لحد السقف، السقف نفسه سطح البيت نفسه معمول رخام مزايكو، هتلاقي فيه 2 جرجوري راكبين للمطر عشان لو في مطر ولا حاجة ينزل على الحوش او على الجنة اللي بره الشارع. اتأكد من حاجة مهمة جدا اللي هي وصلات السباكة، المواسير الخضراء اللي جاية من ورا البيت. في غرفة ورا البيت كده هتلاقي فيها راكب محبس، مفروض محبس بوصة. في ناس ممكن تقول الكلام ده ما بيحصلش، احنا استلمنا ما حصلش اللي انت بتتكلم فيه ده خالص، لكن بصراحة دي حقيقة ودي تجربة حقيقية نقلا عن الباشمهندس محمد محي تجمع النوافع، وبرضه تجمع الحمل. الناس راحت استلمت الأول الأرض، لكن البيت كان لسه محتاج تشطيب، خدوا ميعاد تاني، ولما راحوا تاني استلموا البيت كامل زي ما هم عاوزين. بس عايز اقولك على حاجة، ممكن تلاقي في البيت حاجات بسيطة، من تثبيت القعدة، محبس ناقص، حنفية ناقصة، الحاجات دي سهلة خالص انت ممكن تلمها، لكن في حاجات فوق استطاعتك مقدرش تعملها. الحاجات الصغيرة دي هتتكلف 500 جنيه 1000 جنيه. ما تعصلكش يا ابو العيلة، انطاع يا ابني. وفي الاول والاخر القرار قرارك انت. وبكده يا جماعة تكون قناة خيرات وادي سعال كانت معاكم من أول خطوة، من أول ورقة في السجل المدني لحد ما استلمت مفتاح بيتك. كل معلومة، كل نصيحة كانت عشان تمشوا الطريق صح، وده كان هدفنا ورسالتنا، نكون معاكم في كل مرحلة. رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.